تعالى كده يا حبيب قلبي كده هثبت لك اللي دي افضل طريقه تفعيل لرقم من دوله اوغندا بكل سهوله. هنضغط كده على كلمه التالي، هنا بيقول لك جار الاتصال، سيبه يحمل معاك عليه بدون اي مشاكل. بعد كده ندوس كده على كلمه نعم. هنا يا صديقي بيقول لك جار رسالة كود، هنشوف دلوقتي هيبعت لنا كود ولا لا. بالفعل كده يا حبيب قلبي كده ما ظهرلكش رساله لم نتمكن، المفروض كده في كود وصل لنا زي ما انت شايف كده، الرقم اخره 51. نرجع كده يا صديقي كده على البوت ده اللي هو الخاص طبعا بالاكواد وكده. تلاقي عندك يا صديقي كده يعني في خلال الثواني اهو الكود بيوصل بكل سهوله. طبعا اهو زي ما انت شايف كده الرقم اخره 51 اهو، الكود اهو وصل كل حاجه اهو. نضغط كده على اللي هو الاوت اب كده تلاقيه اتنسخ معاك بدون اي مشاكل. نروح كده على نفس الرقم اللي احنا طلبنا عليه كود ونعمل لصق كده يا صديقي، بيقول لك جار التحقق، سيب يتحقق من كل حاجه. هنا بيقول لك تم التحقق بالفعل يا صديقي كده، فعلت لك رقم كده من دولة اوغندا بكل سهولة. لو انت حابب تفعل رقم زي اللي انت شفته ده، تابع شرح معايا ويلا بينا كده على الشرح. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب يا حبايب قلبي كده رجعت لكم كده بشرح جديد عن طريقه تفعيل ارقام من دوله اوغندا بكل سهوله، وطبعا الطريقه بدون فيبين. وزي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو انا بفعل الرقم بكل سهوله. عايز تفعل الرقم زي اللي شفته في بدايه الفيديو ده، تركز معايا كده يا صديقي كده وتسيب كل حاجه اللي في ايدك عشان تعرف تفعل الرقم بكل سهوله. عاوزك يا صديقي كده لو انت اول مره تتفرج كده عليا، اخبط سبسكرايب في القناه وفعل الجرس وصلك كل ما جديد. وخد كمان عندك يا صديقي كده اخبط لايك وكومنت كده يا صديقي، واعمل كومنت كده جميل زيك عشان طبعا بكسب الكومنتات عشوائيه وبدي ارقام مجانيه. ومش مصدق يا صديقي كده خش الجروب بتاعنا تلاقيني بدي الناس ارقام مجانيه وبنزل ارقام مجانيه وكل حاجه، يعني كل حاجه مجانا حرفيا. وبس يا حبيب قلبي كده ويلا بينا كده على الشرح عشان مش حابب اطول عليك. طبعا يا حبيب قلبي كده زي ما انت شايف كده، لو انت حابب تحمل التطبيق ده اللي هو كلين طبعا، اللي هو يعني الخاص باستنساخ التطبيقات والنسخ والكلام ده، الناس كلها طبعا بتسأل عليه في الكومنتات وكل حاجه. انا يا جدعان اصلا التطبيق ده انا منزله في القناه عندي، فانت حابب تنزل التطبيق الجميل ده طبعا تخش كده على قناه اليوتيوب عندي تمام، هتلاقي التطبيق انا منزله وعامل عليه شرح. وطبعا التطبيق اصلا يعني الشرح كله 3 دقايق، وطبعا التطبيق سايبه لك في قناه التليجرام زي ما احنا متعودين بدون خط روابط بدون اعلانات، وطبعا تطبيق بدون باسورد نهائيا يعني. بس انت لو انت مستشد وحابب تتعلم عليه، اسمع الشرح كله 3 دقايق وهتعرف كل حاجه هو بيشتغل ازاي وكل حاجه. طبعا التطبيق سهل وزي ما انت شايف كده اقسم بالله تطبيق جمدان ومش بيطلب تحديث ولا ابديت ولا اي حاجه. طبعا تطبيق انا مستخدمه اديله 4 شهور معايا فمش بيطلب تحديث. حابب تنزله خش يا صديقي على القناه بتاعتي هتلاقي انا عامل عليه شرح. وطبعا لو انت حابب برضه بتعرف تنزل كل حاجه خش على قناه التليجرام بتاعتنا هتلاقيني انا منزله بدون باسورد وبدون اي حاجه. طبعا يا صديقي كده لو انت طبعا بعد ما نزلت كل حاجه تضغط اللي هي علامه الزائد دي كده، طبعا كده ظهر لك كل التطبيقات الخاصه بالجهاز بتاعك. طبعا انا طبعا اضيف كده مثلا نسخه واتساب زي ما قلت لك طبعا ان كم مره بطلع اقول الحته دياتي. لو انت برضو التطبيق بيسمح لك اللي انت تغير بدل الاسم بتاع التطبيق نفسه، تعرف بدل مثلا تخلي بدل الواتساب تخليه مثلا باسمك او باسم اي حد تاني. وطبعا هنا بيقول لك الايقونه، يعني بدل ايقونه الواتساب اللي احنا متعودين عليها دي تعرف تحط صورتك، تحط صوره اي حاجه كده بدل اللي هي الايقونه الاصليه بتاعه التطبيق. بعد ما تعمل كل ده يا صديقي كده ترجع كده وتضغط كده على كلمه استنساخ. طبعا التطبيق ده مفيش اسهل منه حرفيا تمام. بس يا حبيب قلبي كده طبعا كده التطبيق استنسخ لنا اهو واتساب تاني اهو بالرقم، طبعا بيرقم لك يعني مثلا نسخه واحد نسخه اتنين وهكذا تمام، وكل نسخه طبعا بحسابها مختلف. طبعا اضغط كده على نسخه الواتساب كده تمام كده، هو استنسخ لنا نسخه دلوقتي فاضيه وكل حاجه. طبعا النسخه فتحت معانا وكل حاجه دلوقتي كل حاجه بقت جاهزه تمام. دلوقتي كده يا صديقي كده تعال نروح كده على الطريقه بقى على السريع كده عشان مش حابب اطول عليك اكتر. طيب يا حبيب قلبي كده نروح كده على الطريقه طبعا اللي انا سيبها لك. طبعا البوت ده نزلته قبل كده، بس البوت ده حرفيا يعني جمدان، دفع منه جميع ارقام وجميع الدول. بس افضل دوله زي ما شفت كده في بدايه الفيديو اللي هي دوله اوغندا، حرفيا شغاله صاروخ تمام. زي ما انت شايف كده تعال كده نبص كده بصه مع بعضينا، تيجي نفعل الرقم اهو. في الدقيقه عندك واحد الساعه 23 دقيقه، وهنا عندك هنا 24 دقيقه، وعندك هنا 26، وعندك 27، وعندك هنا 28، وعندك هنا 30. انت متخيل؟ اقسم بالله في خلال 5 دقايق انا مطلع واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، طلع 6 ارقام في خلال دقايق بس فقط. يعني انت زي ما أنا قلت لك كده اقسم بالله تطلع بعد الشرح ده تطلع كده متراضي وتفعل ارقام كده بنفسك ومن غير ما تخش لحد تقول لي علمني او اديني رقم او مثلا يكرف لك او يقول لك هبيع لك والكلام ده. فانت بنفسك هتعرف تفعل ارقام بكل سهوله. مبدئيا يا حبايبي بس كده عشان مش حابب اتاخر عليك، مبدئيا كده يا صديقي كده اسيب لك طبعا لينك البوت الجميل ده في قناه التليجرام زي ما احنا متعودين. بعد ما تخش كل حاجه كده يا صديقي كده طبعا هيطلب منك بعد القنوات عشان تنضم ليه عشان يفتح معاك عادي بدون اي مشاكل. بعد كده اضغط كده على الاربع شرط كده اللي من فوق بعد كده، بعد كده اضغط كده على كلمه ستارت.
هنا خلاص ضغطت ستارت، طبعا يظهر لك كده بعض الدول، هتلاقي عندك هنا دوله ليبيا، عندك هنا اللي هي المانيا، عندك الاكوادور، عندك هنا رومانيا، عندك هنا طبعا اللي هي اوغندا هو اللي احنا نفعل منها. طبعا يعني كل شويه ينزل لك تحديث وكل شويه ملف، يعني انت عندك هنا 21000 اهو رقم من دوله اوغندا، عندك هنا دوله الكويت، عندك هنا النبي، لكن اصل كده كازاخستان، وعندك هنا نيجيريا، عندك هنا فنزويلا، وعندك يعني تنزانيا، وكل الدول هتلاقيها موجوده. بس انا حابب اقول لك في الشرح ده اصلا يعني طريقه اوغندا حرفيا شغاله في البوت ده صاروخ. يعني دلوقتي مثلا اضغط كده على اللي هي دوله اوغندا، تمام، سيبه يحمل معاك طبعا بعد ما يديك الرقم العشوائي. عندك هنا حبيب قلبي كده اداك رقم عشوائي اهو قدام عينك، تمام. طب دلوقتي تصديق كده الرقم اللي لقيته ما طلبش معاك وكل حاجه، تضغط كده على كلمه تشيك نمبر، هتلاقي النمبر بيتغير معاك تلقائي، تمام. ميزه كمان يعني في البوت ده جمدان حرفيا، انت بتاخد الرقم كده عادي وتروح كده تعمل له لاصق كده في النسخه اللي هي تكون فاضيه، وبعد ما يوصل الكود تصديق كده بدون ما انت مثلا تروح تدور في بوتات تانية تشوف الكود وصل فين والكلام ده، لا يا صديقي مفيش منه الكلام ده. اول ما تاخد الرقم من نفس البوت ده بيديك الكود تحتيه على طول، زي ما انت شايف كده الكود هنا بيوصل تحت الرقم على طول، تمام كده يا صديقي. نعمل كده تشيكن كده نمبر كده ونغير النمبر كده عادي، زي ما انت شايف كده النمبر بيتغير معانا عادي بدون اي مشاكل. ناخد النمبر كده نسخ عادي بدون اي مشاكل ونجرب نطلب عليه كود، هنشوف يطلب معانا ولا لا. نروح كده على النسخه الفاضيه اللي احنا مجهزينها، نعمل كده اللصق كده يا صديقي كده، ونضغط كده على كلمه التالي. هنا بيقول لك جر الاتصال، سيبه يحمل معاك طبعا زي ما قلت لك على حسب سرعه النت عندك. بعد كده نضغط كده على كلمه نعم. هنا حبيب قلبي كده بيقول لك جر ارسال الكود، هنشوف دلوقتي يبعت لنا كود ولا يظهر لك لم نتمكن. بالفعل يا صديقي اهو قدام عينك اقسم بالله، ولا بيلعب في المونتاج ولا اي حاجه، ما ظهرلكش رساله لم نتمكن. المفروض دلوقتي في كود وصل لنا على الرقم ده اللي هو اخره 65. نرجع كده يا صديقي كده على نفس البوت اللي احنا واخدين منه رقم، تمام. طبعا بالفعل هو يا صديقي كده في خلال ثواني اقسم بالله بيرسل لك الكود بكل سهوله، والرقم اهو يا صديقي كده اللي هو اخره 65، تمام. طبعا ناخد الاوتو اب كده نسخ كده، ونروح كده على نفس الرقم اللي طلبنا عليه ونعمل لاسك عادي بدون اي مشاكل كده. هنا بيقول لك جرب تحقق، سوي يتحقق وكل حاجه. وهنا يا صديقي كده هيقول لك يعني تم التحقق بالفعل يا صديقي كده اهو، فعلت لك رقم تاني في داخل الفيديو كده. انت مالكش اي حجه عامه يعني تعرف تفعل رقم واثنين وثلاثه بكل سهوله، طبعا يعني مفيش اسهل من كده حرفيا. طبعا تحط اسمك او اي اسم عامه يعني، وتضغط كده على كلمه التالي. هنا بيقول لك جارك من الاعدادات، سيبه يحمل معاك عادي، نضغط كده على الثلاث نقط، تروح عندك الاعدادات والبايو. هنا يا صديقي ونفس الرقم اهو، عشان ما تقوليش ده رقم مختلف والكلام ده، الرقم اخره 65. وزي ما شفت كده صديق كده حرفيا مفيش اسهل من حبيب قلبي كده. البوت ده حرفيا يعني اخر جمدان، زي ما انت شايف كده يعني عدد المستخدمين شهريا 60000، يعني مش لوحدك. في بعض الناس بتقول لي انت طريقتك مش شغاله او كل الشرحات مش شغاله والكلام ده، حابب اقول لك يا صديقي كده انت مش لوحدك بتستخدم الطريقه دي. يعني انا ممكن افعل لك رقم تاني عادي بدون اي مشاكل. نروح كده مثلا اعمل لك تشيك نمبر تاني كده، معلش اطول عليك في الحته دياتي، بس حابب كده اوصل لك رساله اللي كل الطرق اصلا انا بنزلها بس شغاله، بس بيجي عليها وقت بيكون عليها ضغط اقسم بالله الطريقه اصلا بتجف، تمام. طبعا ناخد الرقم كده عشوائي برضو الرقم التاني كده عشان افعل لك كده رقمين في الفيديو. نروح كده على التطبيق اللي هو بتاع استنساخ التطبيقات كده، ونروح كده نضيف نسخه واتساب عادي بدون اي مشاكل. نعمل كده علامه الزائد، نضغط كده على اللي هو واتساب كده ونعمل استنساخ. طبعا نضيف نسخه كده ثالثه، بعد كده نروح كده على النسخه اللي احنا ضفناها، وعندك هنا المفاجاه والمتابعه. وطبعا نعمل كده لاصق ونجرب نطلب كده على الرقم ده ونشوف برضه يطلب معانا ولا لا. نضغط كده على كلمه التالي، هنا برضه بيقول لك جرب الاتصال، سيبه عادي بدون اي مشاكل. بعد كده نضغط كده على كلمه نعم. هنا صديقي بيقول لك جر ارسال الكود، هنشوف دلوقتي هيبعت لنا كود ولا لا. بالفعل اهو يعني مش حابب اقول لك اقسم بالله مفيش اسهل من كده. يعني دلوقتي الرقم برضو طلب معانا كود اللي هو اخره 38. يعني لو نرجع كده يا صديقي كده على البوت برضو هتلاقيه بص اهو، يعني حرفيا مفيش اسهل من كده. فعلت لك ثلاث ارقام اهو في داخل الفيديو كده، يعني مفيش اسهل من كده زي ما انا قلت لك. طبعا ناخد الاوتو اب كده ونروح كده على الكود طبعا ونعمل له لاسك كده، طبعا اللي هو راسل عليه نفس الرقم اللي هو اخره 38 كده. حب قلبي كده يعني فعلت لك ثلاث ارقام اهو، يعني مفيش اسهل من كده. وطبعا الطريقه بدون في بي ان اقسم بالله نهائيا، يعني هنزل لك الاشعارات كده يا صديقي كده زي ما انت شايف كده، اقسم بالله مش مفعل في بي ان نهائيا. وبس يا حب قلبي كده، لو انت وصلت لحد هنا بقى ما تبخلش كده على اخوك يا صديقي كده، ما تنساش تخبط اللايك والكومنت بتاعك الجميل، وطبعا اعمل كومنت مميز. طبعا انا بختار الكومنتات عشوائيه وبدي ارقام مجانيه. وبس يا حب قلبي كده، لو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس وصلك كل ما جديد، واشوفكم في شرح جديد وسلام.